يصنع المفاجأة، لكن كرة على طول تصل لمحمد صلاح على شماله، يضيع محمد صلاح ويطلع على طول هنا أنتوني موريس. الأخطاء مش مقبولة، رائع الحارس المرمى اللوكسمبورجي أمامنا أهو. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. اتغديت؟ لا لسه مستنيك. طيب هدخل غير هدومي واحضر الاكل. هو انت ليه ما رجعتش تكلمني تاني؟ ما انا كنت قاعد بتكلم مع عادل في حاجة مهمة، معلش نسيت ارجع اكلمك. على فكرة انا كنت عايزاك في حاجة مهمة برضو. طب تعالي اقعدي احكي لي. لا واحنا بناكل بقى عشان جعانة قوي. انت ساكت ليه؟ مش حاساك متحمس يعني؟ لا هي مش فكرة متحمس ولا مش متحمس، يعني انا عارف ان موضوع الترقية ده هيبقى حاجة مهمة في الكارير بتاعك، بس ساعات الامور بيبقى ليها حسابات تانية. حسابات تانية ازاي؟ يعني هي الدنيا شغل بس؟ انا مش فاهمة. ما تقولي اللي في دماغك من غير لف ودوران. طيب من غير لف ودوران، انا كنت بفكر اتكلم معاك تشوفي شغل تاني، لان انا ظروف شغلك مش مناسباني. وده طبعا حسيته فجأة زي كل حاجة في حياتنا اليومين دول. لا مش فاهم، انت ظروف شغلك صعبة وانت عارفة ده كويس. وانت عارف شغلي وعمرك ما كان عندك مشكلة فيه. لا انا عندي مشاكل كتير. انت دايما بترجع متاخر، وساعات بتضطري تصوري لحد الصبح وسط عمال بقى ورجاله وكلاينت، ودايما بيكلموكي في اي وقت حتى بعد مواعيد الشغل. انت مش عارفه تعملي حدود لده. كل ده وانت لسه ما ترقيتيش، ما بالك بعد الترقيه والمسؤوليات الجديده، الوضع هيبقى ايه؟ هو لا هو ازاي بس؟ انت بتكلمي واحد غشيم، يعني كان لازمتها ايه بقى الترقيه؟ مش هيبقى هو بالظبط يعني، بس اكيد هعرف اظبط مواعيدي واظبط مسؤولياتي يعني. مش هتبقى فارقه كتير. انت مقتنعه بالكلام ده؟ مقتنعه. طيب هو في موضوع تاني بقى اهم من كل ده انا عايز اتكلم معاكي فيه، هو موضوع الخلفه. ايه اللي فتح الموضوع ده دلوقتي؟ هو انا عشان بقول لك هترقى تقول لي نخلف؟ هي دي بقى الحاجه اللي انت هتشغلني بيها؟ انا مش مضطر ادور على حاجه عشان اشغلك بيها. انا لو موضوع الشغل مش عاجبني هقول لك سيب الشغل حالا. انا جوزك على فكره، اللي هي كلمه عليك لو انت لسه فاكره حاجه زي دي. وهو ده اللي انت ناوي تعمله؟ لا انا برد على كلامك بس. انا موضوع الخلفه في دماغي بقاله فتره، وحاجه سخيفه جدا ان انا جاي فاتحك في الموضوع ده الاقيك انت بتكلميني في الترقيه. بس احنا متفقين نأجل. عادي نرجع في قرارنا. اشمعنى دلوقتي؟ عشان سنتين كفايه. بس انا مش حاسه ان انا جاهزه لخطوه زي دي دلوقتي. ولا عمرك هتبقي جاهزه، لان دايما الكارير بتاعك اهم عندك من ان انت تعملي عيله. مش حقيقه. كل الموضوع ان انا بقدر خبرتي اللي فاتت وبدور على المكانه اللي تناسبني. فين المشكله؟ المشكله ان محدش بياخد كل حاجه.